عسلامة البنات، وينكم؟ شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. الناس الكل ان شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم ويرضى عليكم. فيديو جديد. هذا كمالة الفيديو اللي هبطته الاخراني. به اول حاجه ساعه نبداو الفيديو متاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جيتكم اليوم بالفيديو هذايا فيه برشا حاجات، متنوش من برشا حاجات، وفيه روسات باش تعجبكم. هذه قضية خذاها لي راجلي. خذا لي طماطم واكيد الجولدينا والبن. البنات حرت وحارد ليلي ما عرفتش ايش باش نعمل معاه، والله ما عرفتش ايش باش نعمل معاه. ريتو راجلي وين يجيب لي العظم، صدقوني كسر ويجيبه لي مكسر. ما فهمتش اصلا، هو كي راه مكسر قام يضحك. قلت له والله غالب ما لكش حتى حل، والله يا الاولاد وين يجيبوه لي، يجيبوه مكسر. بحكم هو على الموتور وكل، ما فهمتش كيفاه، ما نعرفش يحطوا يتكسر له حاسيل وحرت حرت. ايش باش نعمل، حرت ايش باش نعمل معاه والله. ديما نلقى في الساشي متاع العظم نلقاه معناتها فما كعبتين ولا كعبة مكسرة لازم. الله غالب ايش باش نعمل، ربي يخلف علينا. حاسيلو خذيتك القضية نظمتها في بلاصتها. هذايا جيب لي ثوم، جيب لي خضرة زادة، جيب لي ثوم وبصل، وجيب لي خس، وجيت لهنا باش نركب الكسكسي. وجيب لي قضية أخرى لحقها لي بعد حتى نوريه لكم. حاسيلو جيت لهنا باش نقشر خضرتي باش نركب الكسكسي. بعد ما كملت مسحتك البيت وكل تعديت عاد للكوجينة. حطيت بصلة قصيتها على 4، نظفت راس ثوم خاطر انا الكسكسي الحق نحط فيه راس ثوم نحسه بنين ويعطي مطعم بنين. حاسيلو حطيت رويس ثوم نظفته وقشرته، ما خليت فيه شوية عاد قشرة، ونحيت كل الشوشة شاشية ما شنو نقولوا هذيك متاع الثوم. وجيت لهنا عاد باش نركب طنجرتي. اول حاجة عملتها حطيت نقلي في الفلفل. قليت جرينين فلفل في الزيت معناها وكل، وحطيت اللحيمات على جنب معاهم البصل. هاكا جيت طلعتهم. البنات باش نعطيكم استوس باش يجيكم الكسكسي فاوح هكا. ريتو بعد ما نقلي الفلفل ابار لانك تقلي الفلفل في الزيت، ناخو شويه زيت مكا زيت الفلفل المقلي. بعد هذاك تنقولكم باش نعملوا به. باهي رميت لهنا اسمه اللحم والبصل، حطيتهم يتقلاو مع بعضهم ولا اله الا محمد رسول الله. وبعد جيت لهنا نقشر في الخضره متاعي. هاكا نقشر في الثوم، قشرت الثوم مش الثوم اسمه الخرشف، لا اله الا الله محمد رسول الله. قشرت الخرشف باش نحطه يتصمت على جنب، يطيب وحده الساعه باش ما يسيبش الكحوليه في المرقه. هاكا قشرت الخرشف. الخرشف ديما هاكا ريتو الكبر نتاعو البنات متاع الكسكسي والا متاع النواصر اي حاجه مفوره يكون مش كيما الحاجه الجيده. اكيد كنا نعرفوا البنات تعرفوا الطيب والله وحد عليكم ما شاء الله عليكم صنفات تأم فمش كيفكم. هاكا نبارطاجي معاكم في فطوري معناها، لعل اللي ما عندوش دبارة هاكا يلقى الدبارة. سينو معناتها اللي ما تعرفش الطيب سبحان الله يا اخي، ديما نقول لكم كلنا عرسنا ما نعرفوش نطيبوا هاكا ناخذوا فكرة من عند بعضنا. والله برشا حاجات يا البنات لا كنت نعرفهم والله. هاني ديما نتعلم معناها نتعلم كل يوم يتعلم شوية العبد يتعلم حاجة جديدة. فماش حتى واحد معناتها تخلق يعرف. كاو بنوتات هاكا كملت قشرته وجيت لهنا عاد باش نفوح طنجرتي. شو عاملين نتوما؟ محليكم معزكم محلى كلامكم. نحب نشكر شكر خاص بالحق، شكر خاص لأختي سليمة اللي ولدها اسمه شادي. نحب نقول لها ربي يفضلك وربي يفضلك شادي يا ربي، وربي يرد غربتك ويعطيك ما تتمنى. محلاك ومعزك ومحلى كلامك. حطيت لكم كابتور البنات في كلامها بالحق محلاها المراول من هبط فيديو تشجعني وتدعمني برسمي. محلاها محلاها محلاها.
قديش عزّت بيّا، فرحتني برشا بكلامها والله محلاها. نحب نبوسك برشا، نقولها ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضّل لك شادي، وأكيد إحنا بلاد واحدة ويد واحدة، شنوا راس جبل شنوا رفراف كل أصلًا تونس يد واحدة كل. إن شاء الله يا أختي ربي يرد غربتك وربي يلم شملك يا ربي انتي وعائلتك في الخير ويفرحك ويعطيك ما تتمنى. نبوسك برشا. نرجع لنا الفيديو باش شنو عملت، حطيت حمص قليته مع البصل واللحم، خاطر الحمص البنات كي يتقلى من الاول يجيب لي فيه صعب، اما نمرق راه بالماء السخون، انا ماكلتي ديما نمرق بالماء السخون. وبعد لهنا بعد ما قليتهم جيت حطيت مغرفة ونص طماطم، وحطيت سسمو مغرفة كبيرة فلفل، وزدت هالتابل حشيكم ملح وفلفل زينة أكيد، خليتهم يتقلوا وعملت معاهم سنين ثوم، هرست لهم سنين ثوم وخليتهم يتقلوا على نار هادية. وهذه كمالة القضية اللي خذها لي راجلي. خذ لي فول أخضر، أكيد توا وقت الفول فمش حاجة ما نحطوش فيها الفول، صحيح ولا لا البنات؟ أنا هكاكا أكيد كلكم كيفي. حاسيلو خذيت لهنا خذيت فصصت الفول. خذيلي نكمل لكم شنو خذيلي، خذيلي الفول الأخضر، خذيلي قرع أحمر، وخذيلي الكرنب والطماطم والبطاطا والسفنارية وخذيلي البصل اللي وريته من الأول وسسمو البسبيس زادا خذيلي والخس. البنات تعملوها المقرونة كلي بالفول والجلبانة وفيها سفناريا وفيها بطاطا، اما بلاش اللحم نعملوها احنا بنينة مش نورمال، سيرتو كي نمشيو هكا للسوة ومعناتها نمشيو نخرجوا عائلة كاملة للغابة والجبل وكل، نطيبوها بنة 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 ما نحكي لكم مش والله ديجا باش نشارك معكم بودو فيديو خرجت انا وعائلتي. استناوني عندكم فيديو هبال به. خذيت لهناك كما قلت لكم قشرت الفول فصصته، وخذيت الكرنب باش نعمله بالخضرة معناها الكسكس والقرع الأحمر والسفناريا. به الكرنب البنات باش نعطيكم استوس هكا للي ما يعرفهاش، هو راوي احنا نقولوا يزرق الماكلة، المرقة متاع الكسكسي تولي لونها غامق، دونك شنو نعملو احنا نصمتوه في الماء هو والفول باش ما يسيبش الكحولية متاعو، نصمتوه شوية في الماء وبعد نرميوها في الطنجرة متاعنا هاكا باش نحط نصمتو نعصر عليه عصرة قارص ونحطه يتصمت على روحه. وجيت لهنا باش نرمي الخضرة متاعي، رميت راس ثوم رميت راس بصل ورميت السفنارية متاعي بعد ما غلي اكيد الطنجرة بعد ما غليت راوة، وباش نقفل الكسكسي باش نحط الكسكسي فور. غطيت هناك الطنجرة متاعي وذاك اسمه الخرشف بعد ما غلالي باش نرميه في الطنجرة. ما تردوا بالكم ترميو الخرشف في الطنجرة باردة، تبيكم طنجرة كل شيء في السخون باش ما يباسش معناها الخرشف. باهي شنوش نعمل لهنا، جيت لهنا باش نبسس الكسكسي متاعي، عندي عقاب هكاكا متاع باكو كسكسي قلت والله لما نحطو عليه نطيش فيه، وزدت معاه شويه كسكسي متاع علا او عملت كيس يظهر لي كيكه كسكسي متاع علا. امي ربي فضل هي اللي تعمل لي هكا عولتي وتقرا لي حسابي ان شاء الله ربي يطول في عمرها وربي يشفيها. و حطيت لهناك مرة نعمل مرة نشرح على كسكسي الحانوت خاطر راجلي راهم يحبوش برشا كسكسي العولة، ومرة نعمل كسكسي العولة كل مرة كيف مرة الحانوت مرة العولة انا والجو هنا وشنو اللي يظهر لي. عملت شوية زيت زيتونة حطيت شوية زيت وما عملتش ملح علاش خاطر كسكسي مالح متاع العولة مالح ما نحطولوش ملح، وانا ملحت طنجرتي معناها زايد بس بالكدا بالكدا بالزيت ندخل فيه الزيت باش تجيني كل كعبة فاركة في وحدة في معناتها على روحها، وبعد نحطه يفور. ما شاء الله في ساعة طاب والله ما قعدش ساعة من زمان ما قعدش.
سألتكم البنات على الكليماتيزور كيفاش ننظف، والله يعطيكم الصحة، عطيتوني بالحق ما كنتش نعرف اللي فما فلتروات، وأنا كيما قلت لكم راني خايفة عليه. بالحق هذاك يدي هذاك سقاية في الصيف، راهو داري ما تتقربش بالسخانة، والله داري لا تتقربها، الله المستعان. وكهو ان شاء الله قلت تو كي نجي باش نشارك وباش ننظفو تنشارك معاكم للي ما يعرفش، وهاك اللي يعرف كيش ينظف ويزيد مثل شي يقول لي. قالوا لي البنات اللي فما فلتروات يتنظفوا، دونك هاكا اللي ما يعرفش نتعلموا بعضنا، واللي يعرف يزيد يقول لي، هاكا نزيدوا ناخذوا فكرة من بعضنا الناس الكل. وربي يبارك لكم، محليكم معسكم بالرسمي، محليكم ومحلى قلوبكم معسكم. قداش استانست بيكم، ونستوني برشا، والله يا البنات ونستوني، محليكم معسكم والله. قد ما نشكركم في كل فيديو وشوية فيكم. هاو بنوتات رميت لهناك، ريتوه الماء متاع الكرنب اسمه والفولة، لونه هكا مستزرق، كان صبوه في المرقة. صحيح هو منافع، باش تقولوا لي المنافع معناتها مشيت على روحها وكل، اي صحيح مشيت شوية هكا منفعة، اما الله غالب احنا ناكلوا بعينينا الناس الكل تاكل بعينيها، صحيح ولا لا؟ كاو بنوتات. هنا جيت باش نسقي تسقية الأولى للكسكسي. أنا أول تسقية نسقي بالزيت متاع الكسكسي البنات، نعملو مزيت، نحط بزيت زيت من الأول باش نلقى كيفاش نسقي، خاطر الزيت هذاك هو اللي يخلي لك الكسكسي لونه أحمر وفارك كعبة كعبة. أنا نراهم هكا يعملوا في العريس، ويجيني كسكسي بنين يعمل 66 كيف، والله باركونتر بالدجاج أما بنين يهبل يجيني. أو كان نعمله بالزيت مبس ونحله بالقدا بالزيت، وبعد التفويرة الثانية نمرقه بالواحد بالمرق متاعه معناها. كاو بنوتي تقولوا لي انتم طريقتكم كيفاش تطيبوا الكسكسي كيما طريقتي والا لا. فما شكون يعملوا في البارد، والله انا حتى مره ما جربت بالبارد، جربتش حتى مره بالبارد. قلت نجرب مره هكا على البارد، معناتها كل شيء ما نقليش من غير تقلية، قالوا بنين زاده. تو نجربوا، اما باللحم بقري نولي نجربوا باللحم بقري ونشوفوا. كملت فركت الكسكسي متاعي، جيت لهنا حطيته باش يرجع يفور على التفويره الثانيه. ما شاء الله قلت لكم في ساعه طابلي وان باراليل قاعده نقضي راه. هاكا لهنا يسي كمل تفور. حطيته من الاول باش نسقيه في هذيك الفخار. يا اخي جاتني ذريفه، قلت هو باش يزيد يشرب، خاطر كيما نعرفوا الناس الكل كسكسي العول يقبل المرق، معناتها قد ما تحط له يقبل المرق. ولذا هكا بدلت لهنا في الطنجرة، قلت يظل واسع وكل. نمرق. شوفوا ما شاء الله كلون، والله ما شاء الله يهبل، جاني يهبل يهبل. نودكم وما نشاهيكم. جيت لهنا باش نعاود نسقي، هكا نصب له في المرق ونقيس ونغيس ونقولوا احنا لا نحبوا شايح كلي يتقرمش يغصص، ولا نحبوا زادا مرق برشا. عرفتوها التكستور متاع الكسكسي اللي يظل هي طايبه ومام ماهيش مبلوله. عرفتش كان فهمتوني ولا لا؟ بي هي الاستوس اللي قلت لكم عليها. ريتو كزيتك اللي عملته من الاول خليت نحيته نصبه بعد فوق الكسكسي. انا ريتها اسمها ايمان زهرة المطبخ التونسي تعملها الفازة. يا اخي انا قلت خليني نجرب، معناها عجبتني الحق، وليت ديما نعملها ونعمل رشة نعناع في الاخر، والله يجيني فايح فايح فايح. باش شنو نعمل نحط الخضرة متاعي نستقطرها في الكسكاس متاعها، وخلي هاكا المرقة اللي تفضل تبقى على جنب. اللي يحب يزيد في صحن ومرقة نصبها في حاجة صحفة نقولوا احنا، ويزيد على روحه. هذاك الكسكسي ما شاء الله نودكم من شهيكم، ان شاء الله قسمكم منه في الجنة. جيت لهنا باش نعمل ستروناد، جيتكم بروسيت جديدة تهبل متاع ستروناد، جربوها وعلى ضمانتي وتترجعوا لي بالروتور ان شاء الله. باش شنو نعمل؟ عندي 4 كعبات قارص. القارص الحق ما عجبنيش المرة هذه. ريتو البنات من داخل كعبته صغيرة، والقشرة البيضة اغزروا لها كيف ريتوها كيفاش مخشنها. باهي شنو نعمل انا؟ ناخو بالسكينة نقصك القشرة الصف، قصها ريف على الاخر، واكيد نحي القعمورة من هنا ومن هنا كما
ريتو. وبعدك ريتوك الابيض ذاك نحيه نقشرو كيما كعبة البرقدان، نقشرها الكعبة كيما كعبة البرقدان، خاطر هذيك اللي فيها المرارة هي والقلوب هما اللي فيهم المرارة. قشرت موسعت بالي وبعد جيت لهنا قصيتهم دي رونديل هكاكا باش نحي القلوب، خاطر القلوب كيما قلت لكم هو اللي فيه المرارة. انا الحق كي باش نخبي كونتيتي البنات راني عندي الربول الكبيرة اللي تنحي القشور على جنب وتخرج لي الجو على جنب، هذيك طيارة طيارة طيارة، ننصح كل مرأة تاخذها خاطر رحمة والله رحمة. هذيك بالرسمي متاع انسان باش يعمل مشروع متاع قارص، والروسات هذيا زاده باهيه. راهو مش كل انواع القرص، فما نوع متاع قرص قشرته رهيفه ما تستحقش انك انت باش تقشره كيما انا. تو القرصه متاع دار بابا الحق تاع ربي تهبل تهبل تهبل. هي 4 سيزون. ما فيهاش اللب الدخلاني هذاك الابيض اللي انا نحيته وطيشته، ما فيهاش كي من هكا قرصة دارنا بسم الله وما شاء الله. القارص هذايا عطاتهولي صاحبتي، عطتني كعبات الحق يا اخي، قلت خليني نعملهم سيترونات طيحولي. راهو كان جات قارصة نتاع دارنا راهي طيحت لي كونتيتي اكثر. خاطر هذايا كعبته كيما قلت لكم من برا فيها كاللب الخشين ومن داخل جيدة الكعبة ما فيهاش برشا جو. حطيت له شويه ماء وعملته خليته يهز غلوتين على الغاز. علاش؟ على خاطر انا البنات الحاجه الحامضه والحاره تقلقني في معدتي، وما نجمش نحب نشرب سيترونات اما نخاف من القلق نتاع المعده، ولذا لقيت الحل الوحيد باش ينقص الاسيد نتاع القارص اللي انا نغليه شويه. جربوها البنات دوبا يخو غلوتين، راهو ما يغليش برشا، يخو غلوتين باش تنقص شويه الحموضه. وبعد شديته بالبراميكسور. قعدت نرحي فيه نرحي 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 للي هبط زبدة ترحاب بالكدا بالكدا، وبعد جبت الصفية نصفي فيه. والله ما شاء الله ريتوهم الاربع كعبات قارص قداش طيحولي. طيحولي ايترا وايترا وثلاثة رواتل، 3 رواتل بالحساب، 3 رواتل طيحولي كعبات القرص. كان جيت في القرصة متاعنا راي ما شاء الله طيح لي كونتيتي اكثر. فهمتوا انتي ونوعية القارص؟ الحق انا مازلت ما خبيتش قارص، ناوي على ربي ان شاء الله باش نخبي، خاطر جاي الصيف وكما تعرفوا اللوز الاخضر وساهل يا ولدي، تك تك دوبا تمت ساشي. تحلو شويه في الماء من با تلقاها تحل على بحر هك على خرجه صهريه بالدار. احنا عندنا صهريه بالدار وكل اجواء هذيك نتاع الصيف حاسيلو ما نحرق لكمش المراحل هكا. هاو بعد ما صفيته المرة الأولى قعد ليك اللب هذاك ديشي معناها اللي قعد زدت رحيته شوية وعصرته ريتو قداش خرج لي وخاثر راهو. قعدت هكا نعصر فيه بالكدا بالكدا نحيت له القلب متاعو، وجيت لهنا باش نقسمه على 2 شطر. عملته من غدوة وشطر حليته في إطرة ونص ماء. حاجتي ما شاء الله والله يهبل جاني ولونه راهو اصفر اصفر اصفر. الكاميرا ظلمته اما هو راهو لونه مستصفر يهبل. حطيت سكر فاني فيه وحطيت له السكر وقعدت نحل فيه هاكا نتستي ونذوق ونشوف. فهمتوا البنات؟ جبت لهنا الكرف متاعي صبيته فيه حطيتها تبرد ونودكم ونشهيكم. وحاجة اخرى راهو السيتران ما تحكمش عليه تقول خفيف والا تقول حلو. النهار الاول ما تحكمش عليه السيتران بيته ومن غدوة الحي يعطيك الريزلتات الصحيحة، كان جاري والا ناقص سكر والا خاطر. حسيلو البنات عطيتكم كل الاسرار لهنا الفيديو فين. نحب نقول لكم راني نحبكم، ربي يخليكم ليا، ما تنسونيش في الجيم والكومنتير واللايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة. نبوسكم برشا، ربي يخليكم ليا، محليكم معسكم، راكم نورتوني وبسلامة.